نفرهروم. هنتكلم النهاردة عن ملكة مهمة قوي اسمها الملكة سوبك نفرو، ومعنى اسمها جمال الإله سوبك. أغلب الناس فاكرين إن الملكات اللي حكموا مصر هم حتشبسوت وكليوباترا السبعة فقط. ده مش صحيح على فكرة، في أكتر من ملكة حكمت مصر، بس مش كلهم كانوا بنفس الشهرة اللي نالتها حتشبسوت ونالتها الملكة كليوباترا. منهم مثلا الملكة سوبك نفرو اللي هنتكلم عنها دلوقتي. هي عاشت في عصر الأسرة ال12 حوالي 2000 قبل الميلاد. هي بنت الملك الشهير أمنمحات الثالث. على فكرة كان ليها أخت اسمها بتح نفرو، لكن الأخت دي اتوفت في سن مبكرة في حياة أبوها، وكان لها أخ غير شقيق هو اللي تولى حكم مصر بعد وفاة الأب. الأخ ده هو الملك الشهير أمنمحات الرابع. احتمال يكون اتجوزها، هو اتوفى بعد فترة حكم قصيرة جدا، والملكة سوبك نفرو تولت الحكم بعده وانفردت بالحكم. عادة الملكات زي حتشبسوت مثلا كانوا بيدعوا ان هم رجال، لكن الجميل بقى والغريب كمان في قصة سوبك نفرو انها لم تنكر انوثتها كما فعلت ملكات اخريات. فنلاقي ليها تماثيل مثلا بملامح وتفاصيل انثوية بارزة. احد هذه التماثيل موجود في متحف اللوفر في باريس، واغلب هذه التماثيل في حالة حفظ متوسطة، مقطوعة الرأس مثلا. مش عارفين السبب في كده ايه، جايز يكون الهكسوس هم اللي فعلوا ده بعد احتلالهم للبلاد. في تناقض واضح بنشوفها احيانا اخرى في مشاهد عسكرية تسحق الاعداء، على الرغم من ان هي ما حاربتش ابدا، ومنحت نفسها لقب نسو بمعنى ملك، ودي صيغة ذكورية، ما قالتش نسوت بمعنى ملكة، لكن اتخذت لنفسها اسم تتويج سوبك رع، وده برضو اسم ذكوري، في حين ان اسمها الحوري مرت رع او حبيبة رع، ودي صيغة انثوية. يعني كان في شوية تناقض، هي كانت مؤرجحة ما بين ان هي تشبه نفسها بالرجال وان هي تحتفظ بأنوثتها. اهم انجازات هذه الملكة انها اهتمت بالمجموعة الجنائزية لوالدها. المجموعة الجنائزية دي موجودة في هوارة في الفيوم، وأضافت لها بعض العناصر، وهو المبنى المعروف باسم اللابيرانت. كمان هي ألهت والدها، جايز ده يكون بسبب رغبتها في تدعيم حكمها وإضفاء الشرعية على هذا الحكم بوصفها بنت الإله. مش عارفين نهاية الملكة سوبك نفرو كانت إزاي. هي حكمت 4 سنوات فقط، ومش عارفين هي اتدفنت فين على وجه الدقة، لكن الدلائل كلها بتشير إلى أن حكمها كان ناجح جدا ومستقر. وبعد وفاتها مع الأسف انتهت فترة مجد مصر في عصر الدولة الوسطى، وسقطت مصر بعدها تحت احتلال الهكسوس.